لو انت بتخاف من الفقر يبقى عليك بسبع حاجات امشي عليهم، وان شاء الله ربنا مش هيوريك فقر في حياتك ابدا. اول حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيقول: الشيطان يعدكم الفقر. يعني الشيطان مهمته انه يفقرك ويخوفك من بكرة ومن الايام. ليه؟ علشان ما اعرفش اشتغل ولا اشوف حالي ولا اعرف اقعد مع اهلي ولا مع اصحابي، بل على طول شارد ومشغول. طب اعمل ايه؟ استعذ بالله من الشيطان الرجيم. اول ما تحس انك خايف من الفقر وخايف من بكره قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هتلاقي الفكره دي طارت من دماغك وهديت وارتحت وطابت لقمتك وطابت عيشتك. ودي اول حاجه. اما تاني حاجه بقى يا صديقي، اوعى وحسك عينك تقرب من الزنا. ايوه الزنا، اصل الزنا مش بس حرام لكنه هينزع البركه من حياتك. اكلك كتير لكنك شايفه شويه، فلوسك بزياده لكن حاسس ان هي مش هتكفيك وهتفتقر في يوم من الايام، شغال ومستقر وغيرك يتمنى شغلانتك لكن عندك يقين كده ان هم هيشوفوا حد غيرك ويبدلوك. ربنا سبحانه وتعالى بينزع من قلبك الطمأنينة قبل ما بينزع من جيوبك الفلوس والمال. وبالنسبة للتالتة بقى يا صديقي، لم النعمة تلمك. يعني ايه؟ يعني ايه؟ لقيت لقمة عيش على الارض شيلها وحطها في جنب. طبخين اكل مش عاجبك ما تفضلش تقول بقى ايه اللي انتوا عاملينه ده وانا ما بحبش الاكل ده وي 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 وتفضل تنكد على اللي طابخين. قول والله مش هاكل دلوقتي كتر خيركم، وما تاكلش من الاكل. ما بقولكش انك انت تاكل، اللي يعجبك تاكله واللي ما يعجبكش ما تاكلوش، لكن من غير ما تتكلم كلام يضايق اللي قدامك ويخلي النعمة تنفر منك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: احسنوا جوار النعم. وكأن النعمة حساسة بتحس بوجودك وبتحس بتقديرك ليها، وكل ما تقول الحمد لله وتقدرها هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيزيدك وبيخلي النعمة دي تلبت فيك وما تبعدش عنك ولا تفرقك أبدا. ودي تالت حاجة. أما بقى الرابعة، حافظ على صلاتك. أصل الصلاة دي هي نظام رباني، لو أنت انتظمت عليها هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى مش بس بينظم رزقك ويرتب لك حياتك ويهندلها لك، لكن كمان بيرتب شغلك ومسؤولياتك وزياراتك وعلاقاتك ومحبة الناس ليك وهكذا. صلي هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليك من حيث لا تدري ولا تحتسب. وندخل بقى على الخمسة. اوعى تستنى انك تكون غني علشان تتصدق، اوعى. ليه؟ لان الصدقة دي معادلتها غريبة. لما تطلع دليل على انك بتثق في الله سبحانه وتعالى حتى ولو ما معكش، طلع باللي تقدر عليه ولو 10 جنيه، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيخلف عليك. ربنا بيقول: وما انفقتم من شيء فهو يخلف. وخلف ربنا سبحانه وتعالى وعوضه بيكون زيادة بأضعاف وأضعاف من الخير والستر والسعادة والرزق اللي لا يمكن أبدا يتقطع، لأنك مهما كنت كريم ربنا أكرم منك. أما الستة يا عمي، بصوا هقول لك على حاجة. طالما انت ارتضيت بالاجر ما ينفعش بقى تقول انا بشتغل على قد فلوسهم، لكن اعمل اللي تقدر عليه وخليك محبكاتي سواء الشغلانه دي ليك او لغيرك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. هتقول لي وماله؟ بس ما حدش بيقدر. هقول لك عارف، في ناس بتقدر وفي ناس كتير ما بتقدرش. اللي ما بيقدرش ربنا سبحانه وتعالى هيعوضك اضعاف واضعاف عن تقديره ليك، واللي بيقدر هتلاقيه بيثق فيك وبيميزك، فطبيعي ان رزقك هيزيد ويكتر. فمن ناحيتين انت مش خسران اي حاجه. والسبعه والاخيره، اوعى تكون فاكر ان الرضا والشكر انك تقول كلمتين وخلاص. لا طبعا، الرضا انك تقول الحمد لله بس في نفس الوقت تسعى انك تغير من نفسك وتطور من حياتك وتحسنها طالما قادر على كده. طب والشكر بقى؟ الشكر ان ربنا سبحانه وتعالى رزقني بتليفون ما اتفرجش على حاجه مش مظبوطه بيه، رزقني بعربيه ما امشيش في سكه بطاله، رزقني بفلوس ما اصرفهاش في حاجه حرام، وهكذا. شكر النعمه انك ما تستخدمش النعمه دي ولا تسخرها غير في خدمه ربنا سبحانه وتعالى وفي الحاجه الصح والمظبوطه. علشان ايه؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لي في الحاجه دي ويزودها لي ويكترها لي ويكفيني شرها ويجعل رزقي في الزياده. لئن شكرتم لازيدنكم. فعليك دايما بالحمد لله واسعى، وعليك دايما بالشكر لله وانك ما تستخدمش نعمته في معصيته ولا غضبه. اعمل بالسبع حاجات دول وان شاء الله لا هتشوف فقر ولا حوجه لحد. واخيرا، لو فيديوهاتي اوقات بتظهر لك واوقات لا، فانا اسمي احمد ايمن. دور عليا لو جيت على بالك، وشرفني تتابعني ونتلاقى في الجايات. السلام عليكم.